قلتي دورو تيجيبك لا صخرة، طلبتي شي حاجة تيجيبوها لك. طلبت واحد الصخرة وجابها لي واحد الولد. هاد الولد عنده موتور، حيد الكاسك ديالو حطو فوق الموتور، عرفتو هذاك الدري مضروب واحد الضربة هنا في نيفو واعرة، مضروب هنايا سيكاتريس، عنده سيكاتريس كي بحال نيفو مهرس ومضروب هنايا قديمة عنده، ولكن مشوه ليه وجهو. عرفتو حتى شنو سبب ديك الضربة؟ قلت لي لاباس بخير، قال انا نسي خراز كيدير شويه لاباس ريتون لاباس. هاد الدري اش وقع ليه؟ حتى ضرب هذيك الضربه. هاد الدري كان يلاه بداو هاد الصخرات، يلاه بداو الناس تيتسخروا بهاد الصخرات بالموتورات تيتسخروا داكشي. وانا كنت دايز واحد النهار على رجليا وقعد قدامي واحد اكسيدون من البعيد شفتها. شنو هي الاكسيدون؟ واحد الدري خارج بواحد الكره تيلعب بها، دري صغير عنده تقريبا شي 10 سنين ولا 11 عام، خارج بواحد بالون ديال الكره، ماشي شي كره صغيره، بالون ديال الكره باقي عقالي صفر خارج به. والدري خرج تيجري قدام العماره ديالهم، وداك مول الموتور داز من حدايا، انا داز غادي بالجهد، هو يضرب داك الدري تهز هو وداك الدري ضرب تقريبا داك الشيء وهذا. بجراو الناس اللي تيتجراو، وتعرفوا دوك الموبايل الموتورات تيسخروا الله يهديهم شويه تيسرعوا. وقلتها شحال من مره انا واحد النهار شكرتهم لانهم شباب مشاو تيخدموا ودبروا راسهم مزيان، ولكن ديك السرعه دارت بزاف ديال الحوادث. تيسرعوا بزاف لانهم تيبغيو باش زعما يخدموا بزاف باش يوصل ديك البيتزا سخونه باش يوصل ديك الصخره ماشي صخره اخرى، ولكن راهم عندهم حوادث سير كثيره. حتى دابا راه ولا تهضروا ولا الكلام على داك الموتورات خصهم يكون عندهم واحد التامين خاص، لانهم ولاو ديال التجاره. انا ما عرفتش هذا القانون هذا، ولكن ولاو تيهضروا عليهم وخصهم تامين بالمعقول، لان تنشوف كما قلت لكم ولاو تيديروا الحوادث تسير بزاف وتيسرعوا بزاف للاسف. شفت انا ما قربت ديك الحادثه نشوفها تلقى هذا الولد هذا اللي قلت لكم مضروب في نيفو مع التروطوار، مضروب رغم انه كان عنده الكاسك مضروب في وجهه، مضروب واحد الضربه خايبه والدم تيسيل بزاف، ولكن مسكين كان تيحاول يوقف، تيقول لي الناس جلسوا دايخ تيحاول عاوتاني يوقف، تيجلسوا الناس بقى بلاصتك. ولكن الدري الصغير الاخر هذاك مجبد ما ميتش ولكن مجبد وتيبكي ولكن ما بقاتش ينوض. هبط بواد داك الولد وهبطت امه مسكينه هبطت في واحد الحاله، ما لابسه شي حتى حوايجها، لابسه شي حوايج ديال داخل الدار، هبطت وجات غوت ولدي وعنقاتو، واجتمعوا الناس وباه تيقول داك الدري واخا مضروب تيقول ليه شوفوا قدامكم وغتطيروا وبغيتوا ديروا كذا وبغيتي كذا. الكره ديال داك الدري الصغير. حنا ما نهضروش على الحادثه، نهضروا على هذه الكره هذه الكره هذه ديال الدري الصغير. وشكون اللي اشتريها ليه باه لعبه. بابا بغيت بالون شري بالون. كيما قال لي باه واحد لقيت داك الدري كيبقى الدري، قال لي واش شويه السي خراس، قلت له كيخرج ديك الضربه، قال لي تضرب في راسو وترس من هذا الكتيف ديالو. قلت له وانت شريتي لي الكره؟ وقال لي شريناها لي، ولكن قلنا زعما ما نخرجوهم نمشيو نوزها في الغابه ولا يلعبوا بها، ولكن الدري تيلعب بها قدام الدار قدام الباب. وشفت داك السيد اللي قلت لكم جاب لي الصخره داك الوجه عنده مخسر، وقال لي مسكين، قال لي ودي تهرست مني فيه وتهرست لي هذا الطرف ديال المشوار، وكنت مشيت درت عمليه ما خرجت لي هي هذيك، ودابا بقيت هكا. وهذا الشيء قال لي تيطلب فلوس بزاف وكذا. قلت له دابا تاكل عادي؟ قال لي تناكل غير التنفس شويه، عندي ضيق في التنفس وكذا. شوف هذه الحادثه اش خرجت واحد خسر لي وجهه، وخرج الدري تهرس من كتافه، وعلم الله داك الكتاف واش تصاوب مزيان. واحد النهار بغى يدوز شي رياضه ولا شي امتحانات ولا شي حاجه واكتشفوا عنده هرس قديم ربما ياثر عليه. شكون اللي سبب هذه المصيبه؟ حنا نقولوا السرعه ديال الموتور، حنا نقول لك الدري صغير خرج بالكره. السرعه ديال الوالدين ديال الدري، الوالدين ديال الدري شارين الدري كره، اليوم تيشريو الدري كره هاك، ما بغيت كره، ما شري شي كره يلعب بها. والام تتقول لولدها هاد الكره خرج عليا، يلاه خرج لعب كره برا. فين خرجتي؟ هذاك شي ملعب ديال الكره، غيبقى هزات حتى الملعب. عرفتي داك الدري فين تيلعب بالكره؟ يهز الكره يمشي الشارع، يمشي وسط الطوموبيلات وسط الموطورات وتيلعب. يوقفوا تنشوفهم دابا تيلعبوا الدراري في الكره في الشارع، الطوموبيلات جايين تيوقفوا، تحيد الطوموبيل يبداو حتى تشوف شي حادثه وقعت. الدري عنده 10 سنين عباد الله، عنده 12 عام، يعطيك باه كره، شري بالون خرج تلعب. بحال كنت تيشري ولادهم دوك
دوك لي غولور تيسولهم واحد الصباب تراك شفتوهم دوك الصباب فيهم الرويض تيبقاو دايزين في الزنقه بابا دايزين تيشدوا في الطوموبيلات تيشدوا في الكاميونات. شكون شراهم ليه؟ وباه وامو شكون شراهم ليه؟ من تيدوز فوق شي كاميون تيقتلو وتضربوا شي طوموبيل تقتلو اش تيبقى يقول با ولا مو مال الكاميونات اصاحبي السرعه اللي غاديين بها كذا كذا وامو الطوموبيل تيطير ضرب لي الدري مسكين تيطير الدري غتيلعب. شكون سبب هاد المشاكل هادي؟ حنا عارفين واحد القضيه ولات عندنا ولاو هاد الملاعب ديال القرب اللي دارهم ما تنشوف حتى واحد تيلعب فيهم. في الليل تنشوف شي وحدين كبار رجال قدام قداش تيلعبوا طراف تيلعبوا مع راسهم بالك تيكريهم ولا ما عرفت ياك درناهم الدراري. علاش ما تيلعبوش الدراري؟ داروا فيهم عساس شداتهم جمعيه دارت فيهم عساس العساسات الساروت تيبغوا الدراري يلعبوا اسير بعد سير بعد وحلينا نلعبوا اسير بحالك الناس شادة الجمعيه شداتو ولا تتكريه ما عرفت 100 درهم من الماتش تيجيو الناس بعقلهم قدام قداش تيلعبوا تما من حقهم يلعبوا. كي كنمشيو لشي غابه يمشيو شي حاجه خليو دوك الدراري الصغار ديال الحي ولاد الصغار يلعبوا تما كره يلعبوا شي حاجه خليو الشباب. هادشي تيألم وديما تنقول شكون مسؤول. المهم انا تندافع على دوك الدراري الصغار باش ما يموتوش بديك لي غولور تيضربوا في الزنقه ما يموتوش بديك الكره تعطيها تقول خرج تلعب. وتنقول الناس اللي تيتصنتوا ليا وتنقول الامهات وتنقول الاباء حيدوا واحد الكلمه منكم خايبه تقول ولادكم واحد الكلمه خايبه خرج تلعب فين غيلعب خرج تلعب فين غتلعب لا قولي فين غادي يبغي يخرج فين غادي يلعب فين غتلعب فين غتلعب هنا فين غادي غير وريني فين غتلعب قول لي اش غتلعب انا مع الدراري فين الدراري كاينين تما واقفين غادي غتوقفوا غادي غير كذا ما تمشيش ليه ما ديرش ليه مشي خرج تلعب جدة تقول انت خرج تلعب با خرج تلعب انت خرج تلعب امو خرج تلعب تسمع تاخذ هاودك ضربات الطوموبيل هاودك دار كذا هاودك كذا هاودك تعرض هاتك العرض هاودك سرقوه هادي قال لي خرج تلعب ما قالش دوز تحفظ ما قالش وهذا بعض الناس يقولوا الدراري ما يلعبوش السي خراز وخصهم يخرجوا يلعبوا وخصك تفيد سيفتي يلعب دير هاد التجربه دق على جارتك قول لها طخ انت شتي ودرا وقف غير مع الدراري قول لها فين ولدك؟ هو خرج فين خرج؟ ولدك فين مشى فاصطافا ولدك فين خرج؟ هو خرج غير هنا قال لي ما يخرج تلعب فين مولف تيلعب هنا ما عرفت والله ما عرفت غير هنا ما عرف والو فين تيخرج يلعب فين تيمشي يلعب فين كذا المراه تتخمم عندها عقل من غير الكره حط الكره حتى نخرجوا نمشيو للغابه ولا نمشيو للنزهه ولعب بها هنا ما تلعبش بها واخا قدام الباب امي لا ما كاينش الكره قدام الباب تدوز الطوموبيل قدام الباب تيزوز الموطور قدام الباب تيزوز الناس قدام الباب خطر الكره قدام الباب هذيك لي غولو شحال واحد شراهم لولدو وقعت حادثه لولدو وتيجي يحل فمو تيجي الحوادث تصير واش في الطوموبيل تيطير هو صاحبي تيطيرو انا قال لي ولدي زعما غادي بها غير بشويه تقول لي با تخرج بها غير بشويه. نتمنى من الله عليه الصلاه والسلام عرفوا ولادكم فين تيمشيو عرفوا مع من تيمشيو عرفوا فين تيلعبوا عرفوا اجيو تعرفوا على ولادكم بزاف راه كاين الناس كانوا عايشين في دور الصفيح خرجوا ولادهم اساتذه خرجوا ولادهم علماء خرجوا ولادهم برلمانيين خرجوا ولادهم كبار دور الصفيح هاد بالك لان التربيه والديهم مربينهم. نتمنى من الله عليه الصلاه والسلام نبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم. هاد الحلقه فيها جريمه خفيه هي جريمه كان خفيه ما تقدموا هما لها المحاكم ما مشاو للحبس ما شوف الانسان كي تيدير الانسان شوف الانسان كي تيتلاعب بالانسان يغرض حاجته واحد على حاجته وشي حاجه تيحبها هو يقد يخرج بها على بنادم اخر بحال شي واحد شاف التمر في واحد النخله عاليه وتيطلع دري صغير يقول لي طلع جبد لي زيد طلع زيد حاول طلع زيد عاود طلع هو تيهمو غير يرمي ليه التمر ما يخاف ولا يزلق ولا يطيح ولا كذا حتى نهار تيطيح تيترس تيقول او زعما يطلع مسكين جبد غير التمر تيسميها فيه طلع يجبد التمر مسكين وطاح انا واقف طلع قال لي عمي غنجيب التمر طلع دبر راسك طلع هو يطيح. الانسان باش هو يكون مرتاح في حياته باش هو يوصل للملذات ديالو تيستعمل انسان اخر. واحد الرجل لاباس عليه فلاح وعنده تجاره وعنده دويرات كاريهم راجل لاباس عليه هاد الشيء هاد الفلوس هادو وهاد الثراء ان قلنا ثراء نسميوه ثراء هذا
جابوه من على كتافه بمؤازرة مع مراته، لأن بزاف داروا فلوس بعيالاتهم، داروا فلوس مع عيالاتهم. أي راجل تياخذ مرأة ما عندهم شيء ولكن تيخدموا بجوج، ماشي تتخرج مع الخدمة وتمشي معها تخدم هي وياه، واخا تبقى بدارها تتآزروا على الخدمة ديالو، تتعاونوا. سماه توصيه تفيقوا مع الصباح، طيب ليه تنوضوا مع الفجر، دير هادي دير هادي، تتعاونوا. 50 ديال التمر تيضربوها بجوج وتيديروا فليسات. تيقول لك عندها القصة كما تيقولوا عندنا الناس العربية، مرة بقصتها، أي أنه تيقول نهار دخلت عليه بقصتها، نهار دخلت عليه بالخير، دخلت عليه هي ما جات مع والو، كنت دخلت عليه بالخير ودخلت عليه بالتيسير ودخلت عليه بالربح. هي ماشي دخلت عليه، ساعداته في حياته، ساعداته، كانت بجنبه وكانت في حياته وكانت مساعداه حتى دار لاباس تا ولا لاباس عليه. هذه المرأة هذه اللي عاودت لكم أنا كانت بقات مع راجلها وتزوجات به ودات معاه وليدات، واحد 3 وليدات، وبقات بجنبه خدامة، وليد وجوج بنيات، وبقات بجنبه تتعاون في حياته تدار الراجل لاباس، دار داكشي لاباس ولا لاباس عليه. ولكن ديك المرأة مرضات مسكينة، مرضات لما كبروا وليداتها، عندها واحد البكر في ولادها كبير، هذا قرا خدا الباك ولكن مشى للجامعة فشل. علاش فشل؟ لأنه كان ما عطيش الأهمية للقراية أكثر من اللي عاطي الأهمية لبواه. كان تيمشي مع بواه، كان تيسوق ببواه، كان تيدير الخدمة ديال بواه، يدير الفلاحة، يدير هنا، يدير الدوات اللي كاري بجنب بواه، يساعد ديالو الأيمن، لأن عنده 2 خواتات. داك الدري يخدم مع بواه، ما لقاش كيدير يزيد قدام في القرايه، ما لقاش، ولكن بقى معاون بواه في جنب بواه. وتنحييك بحال هاد الشباب اللي مساكن رغم انهم بغاو يقراو ولكن تلقاو بانهم مجبرين باش يمدوا المساعده لوالديهم، سواء باش يعاون بواه في التجاره ديالو او الفلاحه ديالو بحال هذا، سواء اللي بحالنا حنا تيوقف على القرايه باش يعاون والديه، باش يخرج يخدم على والديه. كاين اللي ما قدش يزيد حتى الباك، ما قدش، لأن الفقر ما خلاش وخرج يخدم على دارهم في تمارة كحلة. كاين اللي مسكين مشى للجامعة ولكن الفقر اللي في عائلته والحاجة اللي عائلته ليه ما قدش يقرا في الجامعة، لأنه تيدور تيشوف واحد العائلة محتاجة ليه تتسناه، اللهم تيخرج تيدبر شي خدمة نابورت كيما كاينة باش يعاون عائلته. وهاد الناس بزاف بحال هادو المرضيين. هاد الدري كان مرضي والديه وكان تيعاون بواه وتيخدم مع بواه، ولكن داك بواه مرضات مراته، أم الدري مرضات واحد المرض مزمن، مبقاش تنوض، وبداو عليها في السبيطار، طبيب في الشفا كذا، ولكن داكشي كان عندها مرض مزمن، واحد المرض أثر عليها ولا حياتها، مبقاش مسكينة تقدر تتحرك. هذوك البنيات وحدة تزوجات ووحدة توظفات، ولكن ديك اللي تزوجات مشات مع راجلها لمدينة أخرى مع وليداتها، ولدات معاه مشات مع وليداتها. الأخرى واخا توظفت تعطلات شوية في الزواج، ولكن بقات خص تجي عند أمها، طيب لأمها، تصوب لأمها، تقاد أمها كذا، ولكن تا هي واخا توظفت تزوجات. لما تزوجات وحلات ولاو تيجيبوا خدامة باش توقف مع أمها. الدار خوات، الولد ولاو منه 2، الولد تيخدم مع بواه وتيخدم مو، تيمشي مع باه هنا وتيجي للدار يقدم مع ديك الخدامه الدار، يوجد لمو الماكله اللي تتبغي، يهز مو يعاونها باش يدخلوها تعوم. هذا ان امراه ما بقاش تتقد تنوض. هنا داك الاب بقى تيقول للمراه واش انت دابا كيفاش ولينا عايشين، وانت دابا انا مجوجك بحال ما مجوج شاي وهادي، ودابا انا نقول لك الصراحه انا ما نخليش الخدامات هنا في الدار يديروا فيا ما بغاو. انا نقولها لك، كل مره جايه خدامه، كل مره جايه وحده، هي معطله، هي كذا، انا خصني اللي قابلني انا، ماشي غير انت مريضه، خصني قابلك، ولكن انا خصني اللي قابلني، وانا راني راجل وخصني انا مراه، خصني نتزوج. المراه قال لها خصني نتزوج، قال لها فكري خصني نتزوج. ذاك الوقت ما كانش التعدد بحال كيما دابا، المراه خصها تعطي الاذن، كراجل بغى يتزوج تيتزوج. قال لها انا بغيت نتزوج. المرأة سمعت هذه كانت ضربة قاصحة بيان سور، وحتى مرأة ما تبغي راجل يتزوج عليها، حتى مرأة ما تبغي راجل يتزوج عليها. ولكن المرأة جابت هذيك الضربة وقالتها لبنياتها وقالتها لولدها،
وراجل هكا رجل سلطوي، رجل قوي، ما قدوش يهضروا قدامه ولا يقول شي حاجه. قالوا له يا بابا اللي بغيتي ديرو ديرو. قال لهم انا غنتزوج. وقال له انا كاع نقول لك واحد القضيه، انا عندي الدور الحمد لله، انا عندي واحد الدار فلانيه راهم تعرفوا ديروا الدار الكبيره وفيها انا نخرج داك السيد اللي ساكن تما ونصلحها وراني نقادها وغنتزوج بها، غادي نسكن فيها المراه، انت هنا وهي تما وانا راه بيناتكم، انا راني هنا راني تما راني هنا، نقابلك ونقابلها وكذا وكذا وكذا. دخلت العائله شي تيقول حشومه، شي تيقول راه راجل، كل واحد اش تيقول، ولكن في الاخر لما تيعزلوه بوحدو تيقول عندك الصح، راه خصك تتزوج. من تكون مع المراه تقول له ضربتي تماره، والله ما حشومه عليه، هذا وقت غيتزوج. راه عارفين عباد الله ديالنا تيميلوا لهاد الجي ولهاد الجي. نتزوج واحد المراه تزوج بها، ديك السيده قبل ما تزوج قالت لي عندك شروط بعد نشرط عليك، هذه مرته قالت لي نشرط عليك، انا ما بغيتش، انا خدمت معاك وضربت معاك تماره وجريت معاك وما خليت فين طلعت معاك، ما كان عندك والو، تزوجنا ما عندنا والو، دابا ولا هاد الخير عندنا كامل، ماشي غتجي وحده غديه هي كله، ماشي غتجي وحده حتى الاخر وتجمع معاك كل شيء، حتى تهلك ليا صحتي وفنات ليا صحتي ومستقبل ولدي هو اللي قدامي ضايع معاك، ما قراش ما دارش خدمه ما خدمش خدام معاك، انا دير لي حل. قال لي انا ما عرفت لك والو، اللي بغيتي نديرو. قلت له اكتب لولادي، اكتب لبناتي واكتب لولدي، اكتب لهم الاملاك تاعهم واكتب لي تا انا امهم، ما تبقاش دير هادشي. شفنا الراجل كان راجل، الا قالوا هذا الراجل كان راجل فيه الرجوله فعلا. كتب لبناته كل وحده كتب لها عقار، كتب لمرته، كتب لولده اللي تان واحد لافيرم عنده فيرما كتبها لولده، وكتب لولده واحد الدار، قال لي هاد الدار هاد الفيرما الا تزوجتي يا ولدي هاد الدار وفيرماها هي حنا تنمشيوها لكن سميتك، ولكن حنا تنمشيوها. بناته قال لي واخا هادشي تنمشيه دابا تنمشيوه، ولكن هو راه في سميتكم، الا مت راه في سميتكم. مزيان. نقول للناس واحد القضيه، كاين شي واحد عنده بنات وما عندوش ولاد مثلا، ولما تيموت هذا الراجل اللي عنده البنات ما عندوش الولاد، القانون ديال الارث ديالنا حنا معروف، تيدخلوا خوتو داك الشيء حتى هما تحققوا في الورث. شحال من واحد عنده غير بنيات ولما يموت تيدخلوا معاه ناس اخرين خوتو داك الشيء تيدخلوا في حقهم في الورث. حضرت انا لواحد الديواني الله يرحمه كانت عنده بنت وحده، والديواني كان عنده جوج ديور، وحده كارهه وحده ساكن فيها، ولما مات جاو خوتو من البلاد جاو تما، والمشكل اللي وقع حضرت ليه تيقولوا للمراه حنا راه ما غنمشيوش كي دار ال 40 كي دار 40 حتى نديروا حل التركه ديال خويا، والناس تيرحبوا ما ودي المراه لا سيدي حنا حتى يحطوا التركه وكذا وكذا. هذا مشكل كبير. الحمد لله اليوم كاين حل. الحل هو الانسان لما تيشوف راسو بانه زاد في العمر وكبر تيمشي يكتب لوليداته. شحال من واحد تيقول ولا كتبت لهم غدا يقول لي خرج برا، لا تكتب لهم، والقانون راه كاين في الشرع بانه تكتب لهم وتقول لهم بعد ما ماتي لما غنموت هذه راه ملك ديالك، لما نموت انا هذا الملك ديالك، وعندك الحق المنفعه، عندك الحق بانه تكتب لهم مع المنفعه. اذا مثلا في نص الطريق انت مثلا كتبتي لهم شي حاجه وبغاو يرميوك عندك حق تسترجع داك الشيء ديالك، تسترجعوا. اذا انت محمي من طرف القانون. نكتب لهم حتى نموت، ولكن الا في نص الطريق بغا يعذبوني ولا يكرفسوني يجريو عليا عندي حق استرجع ديالي. اذا انا المشكل تحل. هذاك الراجل كتب لبنياته كتب لولده، نخليو هذا الراجل مشى مع مراته تزوج بها، رجعوا لهذا الولد هذا ولده هذا لما كان تيقرا في الابتدائي كان عنده صداقه مع واحد البنت، وديك البنت كانت زوينه وكان تيبغيها وتتبغيه، ودازوا للثانوي ولا خليل ديالها صاحب معاه من تحتها، ودازوا للجامعه ولاو ما تيتفارقوش هو وياها. ولكن هاد البنت هذه هو ما كملش كما قلنا، رجع تيخدم مع باه وتلاها مع باه. البنت بقات تقرا ودوز الامتحان ونجحات في الداخليه، وزاره الداخليه ونجحات وصيفطها لواحد المدينه. انا ما غنقولش المدينه وما نقولش اسم البنت وما نقولش شكون هو رجل السلطه اللي دخل في هذا الفيلم هذا في هذه القصه هذه،
البنت دوزت الامتحان ونجحت وتخرجت ومشات لواحد المدينه خدامه تابعه لوزاره الداخليه، وكانت جميله ديك البنت، وبقات مع داك الولد في اتصال، واخا هي كانت مشات لمدينه بعيده بقات معاه في اتصال، تتصل به وتهضر معاه وكذا وكذا. داك الولد ملاهي مسكين مع خدمته مع بوه، البنت تلهات مع الخدمه ديالها، ثاني هي ما عندهاش تخدم حتى على عائلتهم، ما عندهاش، وخا صيفطوها لمدينه بعيده سكتات ما قالت والو، ما طالباتش كذا ولا كذا، وما عندك حتى فخاوين شي واحد يقربها لمدينتها ولا شي حاجه، سكنات مع واحد البنت تما ولاو خدامين، ولكن بقى معاه في اتصال بعيد عليه باش يمشي عندها ويجي، من تجي شي مرات يتلاقاو تتعاود تمشي لخدمتها. هو كما قلت لكم كان مرضي، ما غيقولش لبوه انا غادي هنا ولا غادي هنا، لانه هو ديما بجنبه، وبوه عنده اشغالاته وعنده الخدمه ديالو. هذيك البنت شافها واحد الموظف كبير، كان واحد الموظف في الداخليه كبير وكان خدام في ديك المدينه، شاف البنت عجبته، بقات يتقرب ليها، عجبته بالخدمه ديالها، في الاول عجبته بالخدمه ديالها، عجبته بالثبات ديالها، وعجبته بالاجتهاد ديالها كما هو تيقول الناس، وكانت بعض المرات يهضر معها وقربها معاه، دارها في الكتابه ديالو، قربها معاه، ولكن ما نساوش ديك البنت كانت جميله، قربها معاه ودارها حتى هي ما بين الكاتبات ديالو، داك الشيء هو عارف مدينتها، الاصل ديال مدينتها. واحد المره دخلت عنده وقالت لي ودي نعم مستر بغيت ندير طلب باش نمشي للمدينه ديالي، هذه المدينه دوزت فيها عام ونص، بغيت نمشي للمدينه ديالي، العائله فقيره وكذا وكذا وكذا. قال لي وانا بغيت نقول واحد القضيه بلا ما ديري طلب، انا غنمشي لديك المدينه ديالك نخدم، وما غنخدم ديك المدينه ديالك، انا غنجيبك تما المدينه ديالك، صافي كوني على خاطرك، غادي تمشي للمدينه ديالك. وفعلا داكشي اللي كان، ربما السيد كان على علم سابق بانه غيمشي لديك المدينه ومشى ليها، ولا شاد واحد البوست في ديك المدينه، بوست كبير في ديك المدينه، والرجل من موظفين كبار في ديك المدينه ومسؤول كبير، خدا واحد المسؤوليه كبيره، استطاع باش يجيب ديك البنت، اي جابها للمدينه اللي هو ولا خدام فيها واللي هي ساكنه فيها، ودارها في الكتابه ديالو من جديد، ولات قريبه لي اكثر. هنا داك الولد لما جات للمدينه، ديك المدينه جات كانت عنده فرحه كبيره ان قربت حداه، وباه ديما تيقول لي شوف شي بنت الناس تزوج بها، ما بنت الناس تزوج بها، وهذيك البنت هي اللي تيتسنى، وامو كانت تقول له وليدي راه خصك تتزوج، خواتك تزوجوا وانت كبر منهم ما تزوجتي شيء. ها هي جاب البنت جابها الله، قال لهم البنت راه جات اللي غنتزوج بها، والبنت اللي غنبغيها ها هي جات وهي حدايا ونخطبها ليا، باتفاق مع ديك البنت وبالفرحه اللي وقعت بيناتهم بجوج. هي كانت على استعداد باش يكون رجلها، ومشاو خطبوه ودار العرس ديالهم وتزوج بها وسكنها في الدار اللي عطاها باه، وكانت واحد الدار اللي هي عباره على فيلا صغيره فيها الجردة فيها كل شيء، سكنوا فيها اي حياه ورديه كما تيقولوا، وبقاو ساكنين هو وياها، وحملات وولدت معاه بنيه. هذيك البنيه هي الوحيده اللي ولد، ما عاودش ولوها، وديك البنت ما دارتها صاحبتها، بحال صاحبتها مع الناس غيورها، ديما لاصقه فيها ديما معاها، تتبغي ديها الروض عاد تمشي للخدمه، ديك الخدمه اللي هي فيها وداك البوست اللي عندها بوست مع الشاف كيما نقولوا، مع الشاف ولات مع الشاف، خدامه مع الشاف، لا شي واحد تيهضر فوق كلمته، هو المسؤول الاول وهي كاتبه ديالو. كان عندها واحد الحريه، تعطل تمشي تخرج دي بنتها للرا وتجي تخرج قبل الوقت، كان عندها حريه. وداك الشاف هي بالنسبه لي عزيزه عليه، ولكن بدات تتغيب بعد الغياب، تتقول لي حنا غادي نخدموا في مكناس، راه عندنا واحد المهمه في فاس، راه غنمشيو حنا لبعض الموظفات وغنباتوا تما وغادي نجيو، انا ما غنباتوش هنا، غنباتوا تما وغنجيو، راه عندنا مسؤوليه، راه عندنا كذا. شاف التحرك ديالها ولا بزاف، ولا السيد بحال دخلوا شي شويه الشك، ودخلوا الشك ولا تيقول لها شوف الله يرحم والديك، انا راه عندنا خيرنا ديال با وما عندنا حتى شي مشكل. وباه كان كتب لي كما قلنا فيرما وكتب ليه الدار، قال لي هاد الفيرما شكون غيقابلها؟ نقابلها انا بوحدي، نجلسي في الدار ما تخدميش. تقول لي انا ما تقولش لي ما تخدميش، انا نخدم، انا ما نحيدش من الخدمه.
تقول له انا ما احتاجش الفلوس ديالك باش نعيشوا. تقول لي تحتاج ولا ما تحتاج؟ انا نخدم، صلاه على النبي نخدم. بقاو تيتخاصموا هاد الخصام، وديما بيناتهم ولا تتغضب عليه وتتمشي لدارهم وتتجلس ب 10 ايام 12 يوم، تيدي امو، تيدي واخا هي مريضه، تيدي بواه تيردوها. ولكن هذا الشيء كثر بيناتهم، حتى هذا الشيء ادى بهم باش مره مشاو عند القاضي. مشاو عند القاضي بجوج، تيقول له ودي انا بغيت نجلسها، بغيت نجلس في الدار وهذا، ولا تتغيب بزاف، واش موظفه تتسافر اكثر من القانون، واش موظفه غتسافر نهار الحد. تيقول له سيدي الخدمه عطيه هكا كذا كذا. القاضي عطاها انذار، قال لها خصك تاخذي بيد راجلك، هذا الشيء غيسبقكم في الطلاق، وعطاكم واحد المهله باش تخموا وعلى كيفاش هذا العمل ديالك تسافري وتديري وتتفعلي. الا كنتي موظفه يا موظفه سيدي، ولكن عندنا الخدمه تمشي هنا وهنا، وهذا الراجل ما بقاش يثيق فيا. قال لي واش شوفي مع المسؤولين ديال بالموت ديال المشكل تخلق ليا. واحد الناس دعا داك الرئيس ديالها، سدعاه وجا عنده البيرو، مشى عنده قال لي مالك مع مراتك؟ قال لي انا راه تتغيب وانا راه كذا، ولا عندها المهام هنا ومهام هنا، تتعطل بعض المرات في الليل، تجي حتى شي وقت تمشي لخدمتك راهم خرجوا يخدموا هنا راه مشاو هنا. قال لي شوف اسيدي الخدمه هذه الخدمه عندها مسؤوليه، انا اعطيها مسؤوليه كبيره، وراه دوزتها في الكراد ديالها وطلعات وتصاوب الراتب ديالها، انا اعطيها مسؤوليه. حنا تنكلفوها بالخدمه هنا وهنا وبالمراقبه، باش دير لي مراقبه هنا ودير لي مراقبه هنا. شغل الله ذلك، انا اما غنميتها من هذا بشي بحال هذا من هذا، ولا سير وقف راد براسك صافي. انا خصني الخدمه ديالها تبقى لي نقيه، والبنت تجي الخدمه ديالها وتقابل الخدمه ديالها، وعطينا شي مهمه نعطيوها. راه كاين حياتنا تعطيهم اكثر من المهمه ديال مراتك. انت بغيتي مراتك تخرج من الدار مع 8 تجي مع 12، تغدا معاك وترجع مع 4 تجلس حداك، راه ما كايناش عندنا حنا، عندها مهام تتقيم بهم. السيد مسكين وحد في هذه القضيه هذه، هي قالت له سيدي ما رجعش ليه، انا ما رجعش ليه، هذا الراجل ما رجعش ليه، هذا الراجل تنبغيو تيبغيني وعشنا، ولكن تيشك فيا ما رجعش ليه، ما بقيت عندي بيت تنبغى. قال لي صافي السيدي راه بغا تطلق منك صاتو عنك، ودار فيه. جا الدار بدا تيخمم، صيفط عاوتاني شي ناس ما بغاش ترجع، مشى عندها قالت لي شوف نقول لك واحد القضيه، بغيتي نجلس في الدار نجلس معاك، دير واحد القضيه، انا غنجلس معاك نقدر نضيع، انا غنضيع كيما دار باك لامك، غتمشي غدا المرض ولا شي حاجه تزوج عليا، كيما تزوج باك على امك تزوج عليا، فهمتي؟ انا عرفتي اش غدير، تكتب لي الدار، وكتب لي الفيرما، كتبهم لي وجلس في الدار، كتبهم لي وانا جالسه في الدار صافي. ربك باقي عنده الحوانت، ما عندكم باش تعيشوا شحال من عام، ولا مات مازال عندكم التركه اللي غتفرقوا، راه ماشي غاتشي اللي فرق عليكم، وراه كذا 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 كذا. بقيت معاه في هادشي. السيد دار الغلطه اللي دارها في حياته خايبه، وما دارش مع المنفعه زعما ترجع ليه داكشي، مشى كتب ليها الدار، تكتب ليها هي وبنتها كما قالت لي، كتب لي انا وبنيتي، وكتب لي على فير بجوج، وقال لها جلسي في الدار. جلسات في الدار ما بقاش تتمشي، دوزت واحد الشهرين. واحد النهار قالت الرجال، عيط لي المسؤول وقال لي اجي، لانه انا جلست ما علمتهمش وقلت لهم مريضه ودفعت الشواهد الطبيه ودفعت هذه ودابا قال لي اجي. مشى عند ذاك المسؤول، دخل قال لي علاش مرتك ما بقاتش خدامه؟ قال لي لا سيدي ما غتخدمش وهذه. علاش ما غتخدمش؟ علاش بغيتي تضيعها؟ وقال لي نقول لك واحد القضيه، لقينا لك حل. هاد مرتك لان خلات لنا الخدمه، وهي واحد الموظفه كبيره عندنا، وهي عندها واحد القرار غتطلع ان شاء الله وغتولي كذا وكذا وكذا. ما بغيتش نفسر لكم اش قال ليه، لانه غتفهموا شنو هي المهنه ديالها. وقال لي غتولي شي حاجه كبيره بجنبي، انا بجنبها، وانا بحال باها، وانا كذا وانا كذا. وسيدي حنا قررنا غتجي تخدم وغتبقى دير لي زول دبيرو، تجي يا سيدي مع تسعود على خاطرها، وتمشي مع 11 تقابل دارها، وتجي يا سيدي تخدم غير نص النهار الاول. يلاه سيدي ما دي بلاصه، ما تمشي لا هنا حتى تنظم لنا هذه الامور اللي خلاتنا مخربقه، وتصوبنا هذه الملفات وتقد لنا المسائل ديالنا كامله. عطينا واحد الوقت، ولا بغات تجلس. قال لي واخا. ورجعت السيده للخدمه، وبقات في الخدمه خدامه. ذاك الوقت اللي عطاها الشاف تتمشي وتجي، ودوزت واحد المده وهي خدامه.
دوزت تقريبا ولا داك المشكل هذاك دوزت واحد 6 سنين. البنيه كبرات، ديك البنيه دوزات ولات كبيره، ماشي باقا قصيره ولكن كبرات. البنت ولات تتعرف، البنت تتقرا، البنت مشات للثانوي نجحت في الباك، والام بقات خدامه. ولكن الاب ولا عنده شكوك، ولا شكوك عنده في المراه، ولا شكوك سيرتو مع داك المسؤول، ولا تتوصلوا بعد الهضره على داك المسؤول، ولا تتوصلوا ديك الهضره على السلطه اللي ولات عندها مع داك المسؤول اللي ولات تتحكم ولا تدير كل شيء، وعطاها السياره هذاك المسؤول ديال الخدمه ترك فيها، وهي ماشي في الكراد ديال باش تاخذ سياره، عطاها السياره ولات على الهضره بزاف القيل والقال. الراجل تيشوف بنته غيضيعها، تيشوف في الدار اللي مشات ليه كتباتها ليه هي وديك الفيرما كتبها ليها والبنت، طلب انه قال لها شوفي لا بغيتي تجلسي انا غنطلقك، انت شوهتيني في البلاد. قالت لي انا اللي غنطلب الطلاق، ومشات طلبت الطلاق ديالها، طلبته هي وتقبل لها طلب الطلاق. المسؤول مدلها يد المساعده لان عنده نفوذ، ومدلها يد المساعده وطلق داك السيد. ما تمو لما طلق هو مسكينه وصلها الى علمها بانه ما يبقاش تمشي لدارو لان جرات عليه، لانه الدار سميتو وسميت البنت. ساقط الخبار بان الفيرما مشات، راجلها بقى تيغوت عليها الام، ها اللي قلتي لي اكتب لولدك، هذا شات قلبي، ها هو دار وفعل وترك، ها هو درنا مشكله، ها هو درنا كذا، ما بقى عندي ما ندير، مشات هي الدار، مشات هي كذا. ناض با تيدفع دوسي في المحكمه، تيطالب بارجاع الفيرما ديالو، تيطالب كذا، ناوض صداع كبير. الام ماتت، هذيك الفقصه ديال ولدها وداك الشيء ماتت، بقى هو تيمشي عند مرت بويه، لان خواتاتو بعد عليه مزوجين، تيمشي عند مرت بويه، تينعس عند مرت بويه، تيجلس عند مرت بويه. مرت بويه ولات تعطيه شويه الهضره، كحلتيها درتي فعلتي هاش هادشي فعلتي، بواه ما باقيش باغي. بواه قال لي شوف الله يرضي عليك، انا خير اللي غدير فيا، خسرتي كل شيء وخربقتيها وخربقتي كل شيء، انا غتخليني ترونكيل، غادي نعطيك فين تسكن، غير فين تسكن شي حاجه ديالي سيسكن فيها وسدبر راسك. هاد الدري اش كان عنده بيرمي، هاد الشيء هذا هو اللي عنده البيرمي، وبدا تيطلب على شي خدمه اللي فيها البيرمي. وهنا تيبقاو فيها بعض الناس وبعض الشباب، كان تيجي عندي شي واحد تيقول لي السي خراز واش ما عرفش شي خدمه، شي واحد تخدم معاه، تنقول له شنو عندك، حيت اليوم ولا غير السي في اللي خدام، شنو عندك في السي في ديالك، شنو عندك شي ديبلوم شي حاجه، يقول لك وعندي البيرمي. زعما شي واحد لا بغى شي واحد يسوق البيرمي هو والو، هو صفر البيرمي. رخصه السياقه بوحدها صافي ريان، رخصه السياقه ديال كاميو كبير، وداك الكاميو دوك الكبار ديال سومي رومور كبار هما اللي فيهم الخدمه، وتكون دوزتي كاميونات ودوزتي وما يعطيك مول الكاميو، تعرف بعدا شحال سقتي من الكاميو وفين مشيتي بيهم واش درتي بهم، عاد يعطيك، ما يمكنش يعطيك. اللي تيعول على البيرمي زعما بغيت شي بيرمي شي واحد نسوق به، هذيك احلام. هو عنده غير البيرمي، مشى تيسوق مع واحد السيد كان تعرف باه تيسوق به واحد الطوموبيل، من بعد بقى تيسوق تاكسي، مشى دار بيرمي دو كونفيونس، بقى تيسوق تاكسي باش تعيش، ولكن عرف راسو بانه كلاها ديك الفيرما وخلى با في المحاكم مع ديك خيتي، با ومد ابنو باه والو مد منها، وبقى مكرفص، حيث تكرفصت سيد ولد عائله ودري مزيان ومربي، ولكن تصيد في هذيك ديال غنجلس في الخدمه، ولكن خصني مستقبلي نبني انا وبنتي، كتب لنا البنت بنته، بقى هو في الثمن والبنت قرات ومشات البنت للخارج، عاونتها امها ومشات للخارج وبقات في الخارج تتقرا، ودوزت واحد المده تما وحصلت على واحد ديبلوم مزيان، ولكن بقات باتصال مع داك باها بزاف، تتقول لي با غير تحلوا هاد المشاكل، با دابا رجعوا ندير لك، ولكن مسكين هو ما عنده في الدنيا والو، عنده باه تيقول لي ما بقاش يهضر معاه بعد مني. مو ماتت، خواتاتو مع رجالهم، هو بقى تما تيتجروق وتيخدم لك الخدمه، تاكل طرد الخبز،
ما هو مبلي بكارو، ما هو مبلي بشراب، ما والو. كتب عليه هذا المكتب هذا، عنده ديك البنيه ديالو راه مشات تقرا لبرا في الخارج، ديما مع اتصال. هذاك هو الضوء اللي تيشوف هو. هي تقول لي با غنجي ان شاء الله وغندير لك وغنفعل لك وغنترك لك، ولكن يبقى داخل سوق راسو. هذيك المراه ديالو مرضات واحد المرض خطير، مرضات وقع عليها. انا نشوف واحد النهار هضرت على الكونسير، وشي ناس قالوا لي ما تقولش كونسير تدخل عمالين الكونسير، والناس مال الكونسير تيدخلوا كذا وكذا وكذا وكذا. لكن ما تعرفوش بانه كلشي مكتب الله، كلشي تيشاء فيه الله، والواحد يشد بالله يشد بالله. واحد يشد بالله كما كان الحال، من يمرض يشد بالله. من يمرض الواحد يفكر في الله وفي الطبيب، يفكر في الله، يبقى يرغبه ويطلبه ويقول لي شافيني، ولكن يبقى في اتصال مع الطبيب. على بديك الطريق ديال الطبيب تيجيب الله الشفاء، ماشي كل واحد غادي يدير ربي معجزه. هذيك مرضات، وذاك المرض عندها خطير ومرضات، وبقات تداوي من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا. ولكن الاطباء تيقول هذا الشيء عندك خطير، هذا الشيء خطير خطير خطير. هذاك المسؤول، وانا تنقول لكم هذا الشيء من واحد المصادر موثوقه، هذه ماشي مسطره عندي وماشي قصه تنجبدها من نفسي، اقسم بالله العظيم من ناس موثوقين عايشين هذا الشيء هذا. ولكن انا تنعرف شكون ذاك المسؤول، والله تنعرفو. تعرف ذاك المسؤول الله يرحمه كما كان الحال الله يرحمه، ولكن ما تعرفش هذا الشاب اللي وقعت ليه. المسؤول عرفته، هذا السيد من جالسين معايا قال لي عرفتي شكون فلان؟ قلت لهم تنعرفو. ولكن ذاك الولد ما عرفتوش، وكنعاودوا هذاك الولد وتقول يا ولد فلان صاحبي اللي باه كان عنده كذا وكذا، انا الاسم في بالي ولكن الدري ما عرفتوش، كانت الخدمه ما عرفتوش. وعاودوا موثوقه. هذاك السيد مرض، المسؤول مرض ومشى للخارج الدواء ومات في الخارج، مات وجابوه. والله يستر، عنده واحد الدري خرج لي من اكفس الدراري، واحد درني واحد الطياره، وكاع داكشي يدبر فيه، طبوا لديك العائله ودير لهم مشاكل، وباقي دير لهم مشاكل، ودبر راسو مع دارهم باقي. وديك السيده مرضت، من مرضت وشافت راسها. هذاك المسؤول مرض هو ومشى لبرا ومات، وهي مرضت ما بقاش تمشي للخدمه، جلست واحد العامين وهي جالسه غير في الدار والمسؤول مات. ربما السيده قالت ياك ما هذه انتقام ديال الله سبحانه وتعالى، ياك ما انتقم منه وانتقم مني. عيطت لذاك الراجل وقالت ليه شوف، صيفطت ليه وجات قالت ليه شوف انا مريضه وتنموت، وانا دابا بغيت نقول لك واحد القضيه. انا لمت الله في بنتي، وانا غنكتب لبنتي هذه، غنكتب لها انت، غنكتب لك الدار، والبنت غنكتب لها الفيرما ردها لك، والرزيق اللي عندي من نموت دبروا راسكم معاه. هنا هضرت بنتها قالت لها شوفي يا امي، انت دابا مرتي، اولا ما تمشيش مطلقه با، حنا المرض ديالك وحنا معاه، والموت والحياه بيد الله، ولكن ما بغيتكش باش تمشي وانت مطلقه، ردي الوالد تزوجي معاه، وعاد كتبي لي بغيت تكتبي لي شي حاجه باش ما يدخلش معنا شي حد من عائلته ولا عمامي ولا شي حاجه يدخلوا معنا. وداكشي اللي دارت، جابوا العدول وردوا الزواج ديالهم. وقالت لي انا حقي البنت، راك شتي شنو كتبت ليها، شنو كتبتي ليها انت نيت، وانا حقي في الدار تنعطيه لك باش ما تضيعش في الدار. والبنت هذاك الحق اللي خدات هو غيكون مستقبلها، ربما ما نشعرش في المستقبل ديالها، ورداته. ولكن رغم انه رجع معها وتزوج بها، ما رجعش للدار، ما رجعش، تيجي يدخل عندهم، تيشوف بنته، تيجلس معهم شويه، وتيمشي لديك السكينه اللي ساكن فيها وتيتخبى، لان ديك المراه اللي عنده ديك البنت ديالها خدامه مقابلاها، ولكن هو مع بنته خارج داخل معها. ماتت ديك المراه، ماتت وبنته عاودت ليه كل شيء. قالت لي فاش كنت انا وياها، فاش كنت صغيره كانت تديني معاها، كنا تمشيو مع داك المسؤول، كنا تمشيو هنا وكنت تمشيو هنا وكنت تمشيو هنا وكنت تمشيو هنا وكنت تمشيو هنا، تيديني هنا تقول لي ما تقوليش. وواحد النهار قلتها شحال من العيادات تيديروا بناتهم صحاباتهم وتيديهم شي بلاصه تقول لها ما تقوليش، ولا البنت تكون صغيره وتديها امها شي حاجه خارجه القانون، شي حاجه مخله بالحياه، شي بلاصه خايبه، او عند شي واحد عنده شي علاقه بها، وتدي البنيه الصغيره وتتصحابها غتنسى، ولا تدي وليدك وتصحابو غتنسى.
شحال من واحد تيدي ولدو دابا وتيديه صغير وتيمشي لشي بار تيشرب ويجلس الدري ولا يمشي يسكر مع صحابو في شي طوموبيل في شي خلا ويدي ولدو ما خدام تيسكروا تيهضروا. الدري الصغير تيدير الفما تيشوف ما دري صغير راه تيسجل، راه عنده واحد لاكارت ميموار ما غينساش داكشي ما غينساش. راه غيكبر غيقول با كنتي تدير تشربوا مع الناس تبقاو تسكروا تبقاو ديروا. هذيك البنت عاودت لباها كلشي وقالت ليه با شوفي لا مات الله يرحمها ولكن راك انت مظلوم وانا غتبقى معايا طول حياتك، انا عمري ما نظلمك وكلشي ديالك لان امي ظلماتك، لان داك المسؤول كانت تديني، هذاك المسؤول راه كان معاه، راه حنا كنا تنباتوا غير المسؤول، راه كنا تنسافروا غير مع المسؤول، عمرنا ما سافرنا على شي حاجه ولا امي مشات كذا كذا. الوقت تقول لك انا غندي معايا بنتي زعما باش تبين بان غدا بنتها، قالت لها كنت تمشي معاها. شحال من وحده تتحمى ببنتها، شحال من وحده، شحال من واحد تتحمى بولده، تقول مرة فين غادي؟ انا غادي هنا اجي صافي اجي معايا اجي معايا، انا ندي الدري انا الدري غادي به مشينا ولا تيمشي لشي بلايص خايبين، ولكن تيقول الدري ما غيجي هاك شري هادي ما تقولش، قول لامك ما كناش، قول لامك مشينا غير هنا وجلسنا عندك تقولها. الدري ما تيقولش، حتى هادي كانت تدير البنت تقول ما تقوليش، والبنت ما تقول البنت تسجل، ولكن فاش كبرت البنت نصرت بها كامله، عرفت بها مظلوم بغات بها مابقاتش باغيه امها بغات بها كلشي ديال باها ومات تما وقالت لباها شنو كاين، وقالت لي انا ما همتنيش الموت ديالها، انت راك مظلوم انت حياتك كلها انت با. وبقات عايشه مع باها عايشه معاه، مشات مع شي مرة للخارج قال لي 3 مرات تجي عايش هو بخير، هذاك الراجل عايش بخير رغم هذاك الشيء اللي وقع لي في حياته مع هاد السيده. شكون اللي خرج هذيك البنت؟ شكون اللي خرج عليها بالديبار وهي كانت تحب الولد؟ خرج لها مسؤول، شحال مسؤول كبير، شحال مسؤول تيستغل الموظفات اللي معاهم تيستغلوهم، سيرتو كان عنده قوه وكان مسؤول كبير في البلاد، مسكينه وتتكون هي بنت عائله تتهبط راسها ما عندها ما دير ليه. شحال من واحد تيستغل الخدامه اللي عنده في الدار مسكينه بغا خدامه تقول لك لا يقول لي نوضي بحالك سير بحالك، شحال مسؤول. شحال من وحده مسكينه تتقلب على الرتبه وتتقلب تزيد لقدام كاين عارفه هذاك خينا بلا ما غطي عليه اوامر ديالو راه ما غدير والو، شحال مسؤول شحال. وهادشي كاين عندنا الدار والدار في العالم، يعني راه كاين قانون التحرش اللي تيحمي، كاين قانون في المغرب ديال التحرش تيحمي كيما بغا يكون، خذ لي حجاج وجمعي معاه كيما بغا يكون. الناس كبار طاحوا هنا في الدوله على داك التحرش ديالهم، ناس كبار. ها هو اش دار دابا اش دارت خينا؟ ظلم داك السيد مسكين ظلمو، تكبس عليه وتعدى عليه، شدو ربي ومرضو في الوقت ديال الوجه ديالو، في الوقت اللي شد راسو مازال كان غيزيد قدام، ومشى تيقلب يداو في الخارج، قال لك بقى تيمشي ويجي هاد المرض عطاه يخيب غادي جاي مات خلاو راه واحد ولد كيما تيعاودوا الناس انا ما شفتوش، قال لك واحد الكارثه واحد مضروب واحد خط والدين، وديك السيده توفات ماتت، ولكن تحت لها فرصه باش هي باش تكسب الخدمه، تحت لك فرصه فضينا عفى الله عما سبق استغفر الله ونوضي تصلي يقول الحمد لله. لاش رجعتي؟ رجعتي للقصير والضحك ديالو داكشي اللي علمك، لاش رجعتي؟ والنهار الاول كاع من ساعدك وجابك وحطك حداه فقتي عقتي به، قول لي مجوجه انا مجوجه. ثانيا انت خلالك الخير راه با خلى لي الخير، اش بغيتي تضربي تماره؟ هذا كما قلنا هذا الدري لاباس عليه بخير عليه، انت خدامه تقلب على خدمه ديال هذا انت مشيتي فيها انت وكل شيء ضاع. نتمنى من هذه الجلسه توصل وتكون فيها واحد الافاده، والى الغد ان شاء الله.